اللي بونتو يا حليلي. انا قدام مصلحه تونس وقدام الامن القومي نتاع تونس اكبر عنصر شبيه هذا؟ واكبر رئيس كي تحب تحسبها انت مصلحه تونس ولا العنصريه؟ قدام مصلحة يا حليلي، قدام مصلحة بلادي نولي انا اكبر عنصري؟ لا، هذه تندونس جديدة الحقيقة. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من لو شو اللي تجيكم على باجوا ونرجعوا فيها على أهم الأحداث اللي صارت في بلادنا. هاي وينكم مي؟ لو كنتي نعرف تالي فما برشا حاجات تصير، الواحد ما يخلط يشد راس الفتلة في موضوع معين إلا ما يخلط عليه الموضوع الآخر ويهبط عليه كالصاعق. أما بالله بيناتنا شنيا رايكم في وضع البلاد؟ فرحان بوضع البلاد. لا جاوب باهي، خليك هكاكا يا غالي حتى هو كثر الهم يضحك. الحقيقة اللي قاعد يتعدى علينا ماهوش شوي، وعلى ذاك يا جماعة هاو من تو خلينا نحكيو بلا صياح أرجوكم، بلا صياح، الوضع ريلاكس خلاص. هاو كان نعطيكم كلمة انتوما تكتبوا لي كلمة في الكومنتات وهو كان نسمعوا من بعضنا. هيا سيدك نمشي نبداو. الجمعة هذه سخونة بالأحداث، وأهم حاجة حكيو فيها التوانسة هي لا مش هذا ما مثال شي هيجي وادخل ما تحشمش، هيجي يا غالي هيجي جراس اسين جوبة. هنا عرفنا وانه الجمعة هذه نحتفل بعيد ميلاد رئيس الجمهورية. وشنو جبت بالضبط للاحتفال؟ 25 جويلية. ايوه 25 جويلية ويا رئيس شعار 25 جويلية امانة في رقبتك وطب امانة في رقبتك. هيا كل عام وانت حي بخير. ويا نجوبة هاني وصيت لك على باكو فارينة تعدى هز ما تنساوش، خاطر فارينة ناقصة وانت تستحقها برشا. لمكنتي هاني خديت لك باكو تعدى هز موجود في الحفظ والامن. هيا خلينا ندخل في الصندي. الجمعه هذه تقلبت الدنيا على موضوع المهاجرين غير النظاميين من افريقيا جنوب الصحراء، والحكايه شنعت بعد ما اعلى ناس في السلطه عملوا اجتماع في مجلس الامن القومي وقال لك هالناس هذوما اللي جايين من جنوب الصحراء وراهم مش بريئه الحكايه، وراهم فما مخطط يستهدف البلاد نتاعنا ولتغيير التركيبه الديموغرافيه نتاع الشعب التونسي. عليك التقوى. هادي اقسم بالله كيف نحكي لك هاو البيان اقرا على عينيك وحلل وناقش وديق الامور بوحدك. المشكله يا جماعه يا اخي لهالدرجه الدوله التونسيه ما عندها حتى فكره على شكون يدخل وشكون يخرج وما تنجمش تراقب الحدود نتاعها. المهاجرين هذوما من يجونا ونحن نحكوا اليوم على السياده ونحكوا على المؤامره، يجونا من البحر بطريقه غير نظاميه، لأن الدوله التونسيه منذ 3-4 سنوات تخرج تعترض في مراكب المهاجرين اللي تنطلق من ليبيا في مسافات بعيده في المياه الدوليه. اذا انت وقت قبلت تلعب دور الحارس للحدود الاوروبيه، دونك انت اللي جبتهم. يعني الدولة مش تعرف برك منين قاعدين يدخلوا، اما هي زادة بيدة قاعدة تدخل فيهم، وبما انه تخاف لمكنتي مش جرى منا فنمشيوها في مؤامرة وكهو وطاح الكفة على الظل وهكا. لا ايه مالك كيفاش الموضوع؟ اليوم عند القاسي والداني يعرف اللي تونس مستهدفة فما ناس من الداخل بيحروا روحهم من الخارج للاستهداف. معناتها فما دول لا تريد الخير لتونس. انا نقول لك هاو باش نوضح يا نجيب، هاو باش نوضح للمستمعين. هاو باش نوضح. قلنا موريتانيا، زامبيا، شكونهم اللي يتآمروا علينا باش نبداو. هاو باش نوضح. فما دول لا تريد الخير بتونس. شكون؟ وتعطي في فلوس المنظمات وجمعيات وكذا باش تروا الشيء هذا. باهي برشا. هاو سي نجوبة قال لنا اللي تونس مستهدفة وفما شكون باعوا رواح. تفضل كمل يا سيدي. عندنا مليون افريكان في تونس. عندنا مليون واكثر لتغيير التركيبه الديموغرافيه وعطوا عليها برشا فلوس. والبارح قلت لك فما بتاع وزير الداخليه البلجيكي ونعاودوا وبدات المفاوضات وقتها بدات المفاوضات مع تونس وقالوا يعطيوا برشا فلوس ومنظمات قاعده تتمول وعبد تتمول من اجل مش تقول لا عاديه ونورمال وكذا. من المفروض نحن برهان هكا هو حسب خونا نجوبه فانه الناس من جنوب الصحراء تقريبا يوصلوا المليون عددهم في تونس وجايين لهنا باش يبدلوا التركيبه الديموغرافيه ولا بلغه اخرى باش يفكوا لنا بلادنا يحتلوها يعني. اجي نرجع بكم التالي وناخذوا الحكايه من السيس نتاعها. يا اخي مش في 2022 فما تقريبا 35,000 تونسي حرقوا ووصلوا للأوروب، ومش كي ياخذوا غاديك يسمعوهم الكلام ويقولوا لهم يلي ما تشبهولناش، يلي ما تحكيوش لغتنا، ويلي ما عندنا معاكم حتى حاجه مشتركه، ونورمالمون يا توانسه يلي حارقين يلي جايين لبلادنا نلموكم الكل ونرجعوكم ونطردوكم لبلادكم. يا ناري على روحي يا ناري. يا جماعه ما كومش تلاحظوا اللي قاعدين نعملوا في نفس الحاجه مع لي سوبساريان؟ لا نعم
تقول لي وانه تونس ما عندهاش نفس الايكونوميه نتاع الاوروب اللي تنجم تستحملوا انه الناس تمشي لها، واكثر من هذا الاوروبيين راهم استعمرونا وسرقونا بلادنا وكل شيء، وعندنا الحق عليهم اننا نمشيو لهم. يا اخي برا خلينا نمشي، هيا برا بركة خلينا نمشي معاك. اما هذا يعني وانه الحل ان نشدوا الافارقه من جنوب الصحراء نبراكيوهم ونسرقوهم ونرعبوهم ونفكوا لهم فلوسهم ونخرجوهم من ديارهم، هذا الكل هو الحل؟ من الاخر يعني تنجم تخمم كيف ما تحب، اما ما نوصلوش لا للعنف لا للترهيب لا للتخويف، وتفكر في الاخر وانه نحن هما رانا بشر كيفنا كيفهم، والدنيا راهي دواره. اما نحن باش نزيدوا نسمعوا على الموضوع وناخذوا راي المسؤول الاول في البلاد، وعلى ذاك باش نسالوه في علقلي مع العرجقلي. اي حسين مرحبا بيك سي العرجقلي، فرحانين انك تكون موجوده معنا خاصه في الموضوع الحساس هذا. نحبوا نسالوك على استراتيجيه الدوله، كيفاش تتعامل مع المهاجرين غير نظاميين هذوما من افريقيا جنوب الصحراء، وكانت نجم تقول لنا على العدد نتاعهم قداش في تونس. شكرا ليك يا فل يا لهي، والله الموضوع حساس معناها وذو اهميه، وعلى ذاك كيف ما شفت نحن اعطيناه الحق والموضوع ودرسناه بالكدا فيما يتعلق بالاعداد. الحقيقه نحب نبدا يا اخي احمدوا ربي يا اخي، حتى انتم بالكم مش محسوبين كتوانسه، يعني الاعداد نتاعكم 11 مليون في بالكم صادقينها، هذيك صافي لونج تومبس. الحقيقه ما عندنا عليكم حتى فكره، فما بالك باش تحسبوا الضيوف والاجانب والجايين والخارجين والداخلين. لا هذه حاجات تفوق قدراتنا. فيما يتعلق بمسألة المهاجرين غير نظاميين من افريقيا جنوب الصحراء، نحن راهو دولة ذات سيادة ولازمنا نطبقوا القانون. هو صحيح السيادة نتاعنا تاخذ تعطي، مثلا كي راحوا اولادنا من ايطاليا دروغي ما نتكلموش كلمة لا نستو نبكشوا على خاطر نخافوا من ايطاليا. كيف اخت الجزائر هاي قاعدة تتفرج ديجا، انا نعمل نحكي معاك وهي قاعدة تتفرج زاد كيف ما نحكيش معاها خاطر نخافوا منها. يعني السيادة تاعنا من الاخر جيبها لك من الاخر، نحن دولة فندان فضلة ما نقولوا فيها شوية مخطط مستهدفين كذا باش نوليو رواحنا اللي نحن فهمنا عنا عبرة وعنا كذا، وعلى ذاك قريتوا البيان. ولكن نحن مازلنا في مواصلين في الاهداف بتاعنا، انه قدرة ربي الشعب التونسي هذايا نلغوه نحوه. كي تخلطوا تلقوا تونسي في العالم من هنا ل 10 سنين قولوا العرجقلي خير. وهذا هو الموضوع. نتمنى اني كنت جاوبتك على قدر السؤال، وشكرا مرة اخرى على الاستضافة. شكرا ليك سي العرجقلي، شكرا على المعلومات اللي ما فتنا في حتى شيء، ديما طيح لنا الماء في ركايب، هذه هي المهمه نتاعك عرجقلي، طيح الماء في ركايب. لكن شكرا ليك، هذه كانت حلقتنا لليوم. نجموا تخليوا كومنتات، نجموا تخليوا زاد الاراء نتاعكم اللي تبارطاجيوها مع اصحابكم، تحطوا جيمات ونحن نتقابلوا في الحلقه الجايه.